بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك حبيت أبدأ معاكم فيديو النهاردة بمقطع صغير يجمع بين القتالي حبيب محمدوف وابنه، ويظهر فيه القتالي الشهير حبيب وهو يعلم ابنه قراءة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت لو أول مرة بتشوفوا قناتنا ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مننا دايما كل جديد أول بأول. هل تسبب أسوأ معسكر تدريبي في اعتزال محمدوف؟ سؤال يطرح نفسه عند متابعي حبيب نور محمدوف. نجح الروسي حبيب نور محمدوف المسلم في الاحتفاظ ببطولة العالم للوزن الخفيف عقب الفوز على نظيره الأمريكي جاستن في UFC، وتغلب محمدوف على جاستن بالاستسلام خلال النزال الذي جمع بينهم في جزيرة القتال بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. ضمن منافسات UFC، اللاعب الروسي حسم النزال في أقل من 5 دقائق، حيث انتهت الجولة الأولى بشكل طبيعي قبل أن ينقض محمدوف على جاستن، ومع بداية الجولة الثانية يجبره على الاستسلام. وبعد انتهاء النزال سقط المقاتل الروسي على الأرض باكيا بعدما تذكر والده الذي وافته المنية مؤخرا بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن يعلن اعتزاله للعبة بشكل نهائي. ونشرت شبكة BBC اهتمامها بالحدث الأبرز في عالم الفنون القتالية، ونشرت تقريرا عن حبيب نور محمدوف وفوزه بالنزال الأخير. الشبكة رصدت تصريحات حبيب التي أعلن من خلالها الاعتزال، حيث قال: لقد كان هذا آخر نزالاتي، لن آتي هنا مرة أخرى بدون والدي. ونشرت شبكة ياهو سبورت التصريحات المقاتل كونور، أحد أبرز أعداء حبيب نور المسلم في ألعاب الفنون القتالية، وهو المقاتل الذي سقط من قبل أمام حبيب، غرد عبر حسابه على تويتر: أداء جيد يا حبيب، سوف أكمل المسيرة مع احترامي وعزائي لك لكل فقدانك لوالدك ولأسرتك المخلص لك كونور. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مننا دايما كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.